أنا عبد الله الشطي في طريقي الآن من الكويت إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء. هذه صرخة مظلوم، صرخة من زائر الحسين فليسمعها كل العالم. تم وضع علي شخصيا قيد أمني بمعنى إقامة جبرية من كان عمري 19 سنة. تم سحب جوازي بالقوة في مطار الكويت سنة 2020. وللعلم لا علي منع سفر ولا علي قضية واحدة ولا شيء من هالقبيل. ولما نراجعهم ونستفسر عن السبب ما يعطونا أي سبب. وبعدها بسنة أودعوني في السجن كما هو المتوقع، وخذيت عليها براءة بحمد الله تعالى، والآن ما علي شيء. لذلك اليوم أنا مجبور أتكلم بعدما طفح الكيل. وترى بالمناسبة ما عندي شيء أخسره. الآن أنا راح أدخل في السنة الخامسة وأنا ممنوع من زيارة أئمتي وسادتي الطهر من آل محمد. لا أطلب شيء إلا جواز سفر. جواز سفر حقي، حق إنساني، أبسط حق للإنسان أن يطلب لنفسه حق التنقل. هذا الحق أنا ما أملكه. منعتوني من الدراسة في الخارج، منعتوني من الزواج، بتزوج ماني قادر. الناس تقول هذا عليه قيد أمني. 5 سنوات نصبر على كل شيء إلا على فراق الحسين. والله ما نقدر طوال هذه السنوات. كم وكم تمنيت أن أموت حتى أجاور الحسين وأدفن في كربلاء. يا عالم أنا اليوم سأنام في الصحراء تحت حر الشمس ولن أعود إلى البيت أبدا حتى الوصول إلى كربلاء.